يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي كوكي. الجو حر، الجو نار، يلا بينا نعمل مع بعض الآيس كريم الخطير. طعمه جنان وفي منتهى الجمال والروعة. ولا ايه سر المطة الخطير هقولكوا عليها. وهنعمل ويتش الآيس كريم كمان. يلا بينا نشوف. المكونات عبارة عن كوبايتين لبن مليانين على الآخر، وظرف بحاله من الكريم الكراميل الجاهز. وسر المطة الخطير معلقة كبيرة من سكر الجلوكوز. هنقلب كله مع بعض لغاية ما المكونات كلها تدوب على الآخر، ونحطها على النار لمدة 5 دقايق. تقعد تغلي بقى وانتي بتقلبي لمدة 5 دقايق على نار متوسطة، ونطفي ونسيبها تبرد وتجمد براحتها لغاية ما نروح نعمل البودنج بتاع الآيس كريم. كوباية ونص لبن، وكوباية مليانة من الكريم الشانتيه الخام. وبالمضرب الكهربائي بقى تقعدي تضربي لغاية ما يبقى فوم كده وكريمي ويبقى عسل. بس انا بصراحة لقيته اللي هو متماسك شوية، كأنك راح تحطي كريم شانتيه على التورتة، فما ينفعش طبعا. فانا زودت نص كوباية من اللبن عشان انا عايزاه الملمس بتاعه يبقى كريمي وفي نفس الوقت سايب شوية. بس كده كده حلو على الاخر. نضيف دلوقتي كريم الكراميل بعد ما برد وجمد. هنضربه طبعا بالمضرب الكهربائي كله مع بعضه، اللي هو البودنج بتاع الكريم شانتيه مع الكريم كراميل. هتقعدي تضربي لغاية ما الخليط كله يتماسك مع بعضه ويمتزج على الآخر. بس كده هنركنه على جنب ونروح نعمل الأطعمة بتاعة النهاردة. أول آيس كريم هنعمله بطعم المانجا. كان عندي كيس من المانجا في الفريزر متجمد شوية، حطيته في الكبة بتاعتي وضربتها لغاية ما بقى كريمي على الآخر. أيوة، أنا عايزة الملمس بتاعه يبقى كريمي كده. هحط شوية من البودنج بتاع الكريم شانتيه مع الكريم الكراميل في الكبة، وهنقعد نضرب بقى المكونات بتاعة الآيس كريم كلها لغاية ما يبقى القوام كريمي ويبقى آيس كريم مانجا تحفة في منتهى الجمال. وجبت الأطباق البلاستيك دي، شاريها يعني الواحد ب5 جنيه، وليها غطا كمان حلو خالص علشان لما تحطيه في الفريزر ما يكونش على الوش بتاعه يعني كريستالات من المية. هنملى العلبة البلاستيك لغاية ما تبقى مليانة على الآخر، وهنساوي الخليط بتاع الايس كريم ونضربه ضربتين كده عشان يبقى متساوي، وهنغطيه ونركنه كده لغاية ما نعمل بقية الأطعمة. هناخد شوية من البودنج، شوية قد كوباية منه كده، ونحط عليه بقى معلقتين كبار من الشوكولاتة الخام، الكاكاو الخام يعني، علشان نعمل ايس كريم شوكولاتة خطير. نقعد نقلبه كده لغاية ما الخليط يمتزج مع بعضه ويبقى جميل، ونحطه في الطبق البلاستيك التاني برضو، نملاها ونسويها ونضربها برضو خبطتين كده عشان تتساوى، ونغطيها علشان اما نحطها في الفريزر ما يكونش كريستالات على الوش. ونحط بقى شوكليت شيبس كده على الوش عشان الطعم يبقى خطير. اخر حاجة بقى من البودنج، شوية البودنج الاخيرة دي حطيت عليها شوية فانيليا، بس معلش انا معرفتش انها ما تسجلتش معايا. حطيت عليها شوية فانيليا وبقى ايس كريم حليب بالفانيليا وركنتها على جنب. طيب اتبقى شوية من الايس كريم المانجا والايس كريم الشوكولاتة وايس كريم الحليب. قلت اعمل ميكس كده ما بين التلاتة عشان يبقى خطير، ده طعمه جنان. وحطيت شوية من الشوكليت شيبس، وقعدت بالخلة بتاعت الشيش طاووق اعمل اشكال كده علشان تتجانس مع بعضها. وقلت احطها في الفريزر. لقيت الاولاد الصغنطاطين عندي قالوا لي عايزين يا ماما ايس كريم ويتش، اللي هو البسكوت بتاع الايس كريم. قلت كان عندي بقى
باكت من البسكوت. قلت اما اعمل لهم بالايس كريم اللي هو الميكس اللي انا كنت هعمله، يعني هعمله لوحده. جبت 4 بسكوتات، حطيتها في الطبق البلاستيك او اللي هي العلبة البلاستيك، وسويتها جامد. وهحط الايس كريم كله الباقي بقى، الميكس بتاع الايس كريم هحطه واسويه كده. وفي الاخر خالص احط الطبقة من البسكوت، بس تبقى برضو متساوية. ولو في اي حتة زيادة كده نكسرها بالسكينة، بحيث انها تكون متساوية على الاخر. بس خلاص كده بقى معانا ايس كريم ويتش خطير. وبرضو اغطي العلبة البلاستيك بالغطا، كل ده علشان اما يدخل الفريزر ما يكونش على الوش كريستالات من المية. انا حطيت كل الايس كريم، كل الاطعمة في الفريزر لغاية تاني يوم. مش هقولك بقى اللي انا قعدتها 4-5 ساعات، بصراحة انا قعدتها لتاني يوم عشان تبقى متماسكة وحلوة ومتجمدة معايا. اول علبة هعملها قدامك هو بتاع الايس كريم الويتش، اللي هو الايس كريم بالبسكوت. هقلبه على طبق، بعد طبعا لما حركته يمين وشمال كده علشان يبقى ايه، يتزحزح كده من مكانه، علشان يطلع متماسك زي ما انتي شايفاه، ما يطلعش متبهدل. وهقطعه بالسكينة 4 تربع كده علشان اوريك الربع بتاع الويتش. ويتش الايس كريم، الايس كريم بالبسكوت، ده شكله خطير، ما بالك بالطعم. لا ده انا هدوق، ده انا هدوق وايه وهستطعم. لا ده طعم في منتهى الجمال، يوديكي في حتة تانية خالص. لا طعم فوق الخيال بجد والله. الحاجات دي معمولة بكل حب وسعادة، عشان كده طلع حاجات ايه في منتهى الجمال. الطعم خطير جنان، بجد بجد الطعم حكاية. يا ريتك يا ست الكل تجربي الحاجات الحلوة دي وتسعدي بيها حبايبك. ودلوقتي هيجي دور الايس كريم الفانيليا. هعمل بولتين حلوين كده في الكاسات بتاعتي، وهزينها بالفستق الكداب. عبارة عن ايه، فول سوداني مضروب في الكبة وشوية لون اخضر، بس ده الفستق الكداب. وبعدين هعمل البولات بتاعة الشوكولاتة، الايس كريم الشوكولات اللي الاولاد بيحبوه، وهزينه بقى بصوص الكراميل. عبارة عن ايه، سكر متكرمل وعليه قطعة زبدة وشوية لبن كده بمعلقة نشا، يبقى صوص كراميل. وبرده صوص الشوكولات، شوكولاتة خام عليها معلقتين من الزيت وتسيحيهم على بخار مية، بس بقت صوص شوكولات. كل الصوصات الحلوة دي ممكن اللي انتي تعمليها وتزيني بيها الايس كريم ويبقى الطعم خطير. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وصحتين، واستنوني مع طبخة جديدة وأكلة جديدة من مطبخ كوكي. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، بحبكم في الله.